السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. متتبعي قناة يوميات امرأة ريفية، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. ربي يعطيكم واش تتمنوا إن شاء الله. اليوم أنا بغيت نحكي في بلاصة الأم ديالي، رغم أن الأم ديما ما تحكيش، الله غالب حشمانة شوية، ما ديروش عليها. محتوى يكون مفيد ويكون فيه فايدة والناس تدي منه فايدة عظيمة. هي اختارت هذه القناة باش يتبعوها أغلبية النساء. نساء أغلبية يحوسوا غير على تربية الدجاج. خوتي وخياتي، ماذا بكم تفرحوا لي الأم ميمة رايحة تنشر معكم لي فيديو بزاف، وراهي غير بالعقل درجة درجة. ماذا بكم تتفرجوا لي فيديو تاعها؟ على بالكم بلي اليوتيوب عنده شروط، وحنا رانا نتعبوا في المونتاج، رانا نوعوا فيكم، نوجهوا فيكم لطريق صحيح. ماذا بكم تفرجوا لي فيديو؟ يعني كاين بعض الاشخاص يتفرجوا مثلا مقطع تاع الدجاج ويحبسوا ويخرجوا. ماذا بك خويا العزيز ولا اختي، كمليه لو كان تحطي تليفون فوق الطابله ومن بعد تبوزي هذاك الفيديو ولا تخرجي. مهم برك هاد الايامات خاصينها شويه مشاهدات. اني حاسه باللي المورال تاعها راه طايح بزاف. قلت لها ان شاء الله تنجحي، وعلى بالي المتابعين هادو والله غير ينجحوك وراهم يتفرجوا فيك قلب ورب. ان شاء الله في ذا الفيديو راح نشرح لكم عمليه تثقيس بيض الدجاج في الحاضنه الايطاليه 49 حبه. عملية تفقيس تنقسم إلى مرحلتين: واحد، مرحلة الحضانة مدتها 18 يوم. اثنين، مرحلة الفقس من 18 يوم إلى 21 يوم أو أكثر قليلا. أول حاجة راح نخيروا بيض دجاج ملقح، يعني مخصب ويكون جديد، لازم تكون القشرة الخارجية نظيفة. نضع البيض في المكان المخصص له في الحاضنة كما تشاهدون في صفيحة التقليب، ونملأ خزان ماء واحد فقط للحصول على رطوبة، ونضبط الحرارة على 37.7 درجة. بعد 18 يوم، يعني بعد مرور 18 يوم، تنتهي فترة الحضانة ونقوم بوضع البيض في شبكة تفقيس